بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة كده مع بعضينا. الحاجة الحلوة دي اللي احنا هنعملها مكونة من 3 طبقات. اول طبقة فيهم هنسمي الله كده. يلا انتوا كمان سموا الله ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله وصلوا على النبي وحطوا لايك. معانا هنا ايه؟ كوبايتين مية مغلية كده في الكتل. دي كده اول طبقة. احنا ممكن ننقص منهم حبة عشان مش عايزين كل الكمية دي. نقصنا حبة كده من المية. معانا بقى باكو جيلي كده ندوبه كده في المية السخنة بتاعتنا، وهنسيبه ايه يبرد خالص عبال ما نعمل باقي الطبقات. نحط له بس قد معلقتين ولا 3 كده سكر عشان هو بيبقى فيه سكر. تاني بقى طبق يا حبايب قلبي. معانا هنا كده كيلو لبن، احنا هنستخدمه كله بس هناخد جزء. بسم الله. ده اول كوباية نقسمه على نصين. وادي تاني كوباية. تاني حاجة بقى ننزل كده ايه 3 معالق نشا. بصوا مليانين كده، يعني مش شرامية قوي عشان احنا مش عايزين ايه. احنا هنعمل كده مهلبية الشوكولاتة. نعملها كده عشان ما نحطهاش مكان اللبن في الشوكولاتة. نحط كده معلقة من الكاكاو الخام او معلقتين عشان الكمية معانا ايه قليلة. ماشي يا حبايبي، كمية اللبن قليلة. ثلاث معالق كده من السكر وحبة كده عشان الحبايب. وحطوا لايك بقى عشان هنعمل مع بعض احلى تحلية النهاردة. نقلبهم كده كويس مع بعض. اهم حاجة ندوب الشوكولاتة كويس. الكاكاو ريحة الكاكاو جميلة. وبعدين هنقلبهم كويس ونولع عليهم بقى النار. بصوا حبايبي، بصوا مهلبية الشوكولاتة بتاعتنا الجميلة اهي بالسمك ده اهي. انا لقيتها متماسكة شوية، حطيت لها حبة ماء صغيرين. يعني ممكن تحطوا حبة ماء لو لقيتوها متماسكة، او تقللوا النشا اللي احنا حطيناه ده، حاجة بسيطة. نبدأ بقى نوزع اول طبقة كده في الكاسات. كل كاس كده نحط فيه حبة عشان احنا لسه هنكمل حاجات تانية. بصوا حبايب قلبي، انا كده حطيت هنا ايه، حطيت برضو بس انا بقى قللت النشا هنا. حطيت حوالي 1.5 معلقة كده و3 سكر. وفي نفس الحلة اللي احنا غلينا بقى فيها اللبن، مش لازم نعمل مواعين كتير. نقلب فيهم كده على النار لحد ما النشا تربط معانا. ونحط بقى كيس فانيليا. طبعا مش هحط فانيليا عشان انا مش عندي، خلصت. وبنزل بنسى ان شاء الله اما انزل ربنا كده ييسر وقتك. هتربط بقى معانا كده. وننزل بالطبقة التانية على طبقة الشوكولاتة الجميل اللي احنا عملناه ده. هعملها بقى وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. صلوا بقى على النبي وحطوا لايك. بصوا حبايب قلبي، السمك كده حلو قوي عشان تبقى المهلبية بتاعتنا خفيفة كده، مش تبقى حاجة جامدة يعني.
المهلبية بتستحب ان هي تبقى سايلة شوية كده عشان تبقى خفيفة. طبعا البخار مش بيبين اي حاجة، بس انا شايفة ما شاء الله حاجة زي الفل. بصوا حبايبي، ننزل بقى ايه بطبقة الفانيليا بتاعتنا كده، برضو حبات قليلة مش هنكتر عشان لسه هنحط الجيلي. طبعا انا جبت هنا عشان المطبخ هيعكسني. خلصوا بقى كله بالطريقة دي وارجع لكم يا سيدي. يجملوا وتكتوا يا حركات. بصوا حبايبي، انا كده حطيت طبقة الايه مهلبية الفانيليا اهي. ننزل بقى بالراحة كده. معلش بقى انا ماسكة التليفون بايد وبشتغل بايد. ننزل بالراحة عشان الجيلي ما يخشش جوه الفانيليا جوه المهلبية. ندور كده الطبق عشان يبقى على عدلتنا. بسم الله. لايك ولا لسه؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ نحط تاني في الكوباية. كمل بقى الكمية، هتشوفوا بقى الالوان وتشوفوا الجمال. تعملها بقى كده حاجة حلوة لضيوفك لولادك لأي حاجة. عارفين بقى رمضان كريم وكل يوم عايزين حاجة حلوة. رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي يا سيدي، يا جمال وتكات ويا حركات. هنحطها فين بقى؟ نحطها في التلاجة طبعا عشان طبقة الجيلي دي ايه تجمد اهو يا حبايبي. كده بقى انا خلصت اهو. حطيت كل كمية الجيلي وسكر ولبن، عمل لنا الكمية دي بدل ما نروح نجيب بقى حلويات من المحلات بأسعار غالية والدنيا بقت نار طبعا. يا سلام، حاجة كده عسل. يلا بقى صلوا على النبي وحطوا لايك، واللي بيشوفنا لأول مرة مشتركش في القناة اشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.